والله انا ما انا مصدقه ان في حد لغايه دلوقتي لسه بيقلي القرنبيط. النهارده هنعمل مع بعض القرنبيط المبشور. انا عارفه يا ست الكل ان انت شاطره كمان اشطر مني، بس تعالي النهارده هعمل معاكي القرنبيط بوصفه سهله وبسيطه، بدون ولا نقطه زيت. ايوه، بدون ولا نقطه زيت، والله من جمال طعمه. ولادي وجوزي ما كانوا مصدقين ان انا عملته في البيت، وقال ايه مفكرين ان انا اشتريته جاهز. فتعالوا بينا نشوف وصفتنا، واتمنى لو عجبتكم ما تبخلوش علينا باللايك. اول حاجه انا جبت قرنبيطه كده حجمها وسط زي ما انتوا شايفين، وبعدين بدات ان انا افصصها بالشكل ده كده. واول ما هبدا ان انا افصصها هبدا ان انا اجهز الميه اللي احنا هنسلق فيها القرنبيط. جبت حله وفيها ركل كامل من الميه، رفعتها على النار. اول ما دخلت معايا على مرحله غليان ضفت معلقه واحده من الحليب، وده علشان ريحه القرنبيط بتاعنا في السلق. وكمان هضيف كده الملح، وبعدين هسيبه كده علشان يتسلق معايا 3/4 السلقه. جبت 3 حبات من الطماطم، ضفت عليهم ميه مغليه عشان عاوزه افصل القشره بتاعتهم. وجبت حبتين 2 من البصل، وبدات ان انا اخرط البصل بتاعي مكعبات صغيره، وكمان قرن كده من الفلفل قطعته برده مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. معايا كمان كده قطعه من الفلفل الاحمر، وكمان قطعه من الفلفل الاصفر، طبعا ممكن تستغنى عنهم لو مش متوفرين عندك. جهزت كده معايا، وكمان جبت كده قطعة من الفلفل الحامي. ورجعت تاني للطماطم اتقشرت معايا بمنتهى السهولة، وهبدأ بقى ان انا اقطعها مكعبات صغيرة جدا زي تقطيعة الطماطم السلطة بالظبط. خلاص كده خلصنا وجهزنا كل الخضار. يلا بينا على عين البوتاجاز. هبدأ ان انا اجيب طاسة انزل فيها بمعلقتين 2 من الزيت، وهبدأ ان انا انزل بالبصلة بتاعتنا اشوحها كده لغاية ما تدبل معايا بالشكل ده. اول ما بتدبل معايا ببدأ انزل عليها بمعلقة واحدة من الثوم المفروم، وكمان بنزل بالطماطم بتاعتنا والتوابل بتاعتي، كمون وكمان كزبرة. اول ما الطماطم بتاعتي بتدبل معايا تماما ببدأ انزل بالفلفل الاخضر وكمان الفلفل الاصفر والاحمر. وبكده التتبيلة بتاعتنا الجميلة ديت بقت جاهزة معايا. هبدأ ان انا اجيب القرنبيط اللي هو خلاص الله اكبر كده اخد 3/4 سوا. بدأت ان انا ابشره بالمبشرة، وجبت حبتين 2 من البيض وخلطتهم كويس جدا بالشكل ده. هبدأ ان انا اضيف طبعا الفلفل علشان اضيع الزفارة بتاعة البيض. وضفت كده يعني بصوا حوالي ربع معلقة من الملح. وبعدين ضفت كده التتبيلة اللي احنا كنا محضرينها في الطاسة، طبعا كانت بردت معايا. هبدأ بقى ان انا اضيف الدقيق كده واحدة واحدة واقلب بالشكل ده. ضفت حوالي 4 معالق من الدقيق، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وضفت معلقة كمان من الزيت. معلقة واحدة ممكن نستغنى عنها، بس طبعا هتدينا وش حلو لما هتشوفوه دلوقتي. دهنت بقى الصينية بتاعتي دي مقاس 30، دهنتها بمعلقة واحدة من الزيت. ولو عندك اي انواع جبن بقى ممكن تضيفي سواء في قلب القرنبيط او كمان على الوش. دخلت معايا الفرن اخدت حوالي 25 دقيقة، كنت معلية عليها من تحت، وفي اخر دقيقتين شغلت الشواية. الله اكبر عليها. عاوزة اقول لكم ان من جمال طعمها ولادي مش مستنين لغاية ما تبرد، فانتوا شايفين لسه ملهلبة والدخان طالع منها وانا بقدمها. بس طعمها حكاية يا بنات، بجد اللي ما جربش وما اكلش القرنبيط بالطريقة دي فعلا فايته كتير. فيلا بينا كلكم دلوقتي حالا، عندك قرنبيط في التلاجة قومي حضري بنفس الطريقة. هيعجبك وهيعجب ولادك، وانا متأكدة ان مستحيل ترجعي تاني